اليوم بوصفة واحدة رايحة نشارككم فكرتين لوصفات رمضانية بزاف بنان. الأولى اللي حتكون كراطة، والثانية مملحات بخبز التورتية بحشو السلق. حشو بزاف بنين، على بالي كون تجربوه رايحين تحبوه بزاف. نقولوا بسم الله نروحوا لطريقة التحضير. في مقله حطيت شوية تاع زيت، قليت جوج حبات كبار تاع البصل، وجبت ربطة تاع سلق اللي كنت يعني نظفتها وقطعتها الى شرائح حتى نذبلو، وليت زدت لهم الثوم، زدت ايضا لا فيونداشي كما تقدروا ديروا بولياشي والكميه اللي تكون عندكم حتى يطيبوا لكم مليح. باش تزيدوا هنا الملح وفلفل الكحل، هذا واش فيها توابل، ما حبيتش نكثر بزاف. من بعد كنت جبت صلصه البيشاميل، درتها معكم عده مرات والوصفه اسفل الفيديو، فقط كنت زدت لها حبه تاع البيض، وزدت ايضا كميه مليحه تاع الشيدار. واللي جبت البطاطا اللي كنت قليتها بعد ما قطعتها الى مكعبات بزاف صغار، خلطتها مع هذاك الحشو وزدت من الصلصه، خليت غير شويه برك الكراطه. واللي جبت هذو ليمون انديفيديوال، حطيت كميه مليحه. من بعد زدت البيشاميل والشيدار ودخلته للفرن يعني حتى نذاب هذاك الجبن. من بعد درت الوصفه الثانيه بخبز التورتيه كما قلت لكم، كنت استعملت التاكو. بالنسبه يعني لهذا الخبز نحبه لانه رقيق، ما يتكسر ما يتفتت، ورايح يساعدني بزاف في هذه الوصفه لانه رايح ندير شكل مثلثات. قسمت الحبه على زوج، ومن بعد وليت طبقتها كما شفتوني، حطيت الحشو في الجانب وراني نشكل في المثلثات اللي كنت من بعد قليتهم في شويه برك تاع زبده وحمرتهم من كل الجهات. والوصفات راهم جاهزين بصحتكم.